سلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا في قصة جديدة. ما تنسوش كما العادة اللي شاف الفيديو ضروري انه يخلي شي لايك وشي تعليق محفز، واللي مازال ما مشترك في القناة ينزل دابا ويشترك باش هكا يطلع التفاعل شوية. ونبداو القصة على بركة الله. مشينا. السلام عليكم، سميتي آدم، عندي 35 سنة، كنسكن في النواحي ديال سيدي قاسم. تحديت الفقر اللي عشت فيه من الطفولة، وتحديت الظروف اللي كنت فيها باش نوصل لهداك الشيء اللي انا فيه اليوم. والديا كانوا ناس اللي ما فحالهمش، كنا عايشين غير في واحد العروبية في النواحي ديال سيدي قاسم. تماك فين تزاديت وفين كبرت وفين دوزت الطفولة ديالي، ولكن من صغري وانا كنت كنشوف بعيد، وكنت كنقول غادي يجي واحد النهار وغادي نخرج من هاد العروبية، يمكنش ندوز حياتي كاملة هنا. واخا كنت مازال صغير كنت كنفكر هكا. فهاديك الساعة كان الدوار ديالنا مازال ما دخلوش الضو والما، كنا كنضويو غير بالشمع واللامبات، وكنا الماء كنجيبوه من البير ولا من السقايا. من نهار حليت عيني وانا ما عجبانيش هذيك الظروف اللي كنا فيها. الوالده بزز باش قنعات الوالد باش يخليني نقرا، حيت كانت عنده واحد الفكره في راسو بان القرايه ما عمرها ما غدير لي شي حاجه. قال لي لا، خصني نعلم الولد يتبع الحرفه ديال جدودو، يعني الفلاحه وهداك الشيء. دخلت كنقرا، واخا المدرسه كانت بعيده علينا بزاف، ولكن كنت كنفيق بكري باش نمشي. كانت عزيزة عليا شي حاجة سميتها القراية، وكنت ديما من الأوائل وكنجيب نقط لي زوينة. شحال من مرة عيطوا الإدارة على والديا وشكروني ليهم، تما عاد الوالد بدا كيحس بالقيمة ديال هادشي. كملت الابتدائي في هذيك الدوار، الوالد كان داير معايا غير غنكمل الابتدائي وغنريح في الدار. المهم انني نتعلم نقرا ونكتب، ولكن المدير طلب منه باش نمشي نكمل قرايتي. قال ليه ما تضيعش هاد الولد هذا. كانوا قدامنا جوج ديال الخيارات، الاول هو الوالد يسمح في كل شيء ويمشي معايا للمدينه ونسكنو تما باش نكمل على القرايه، والثاني هو يصيفطني عند عمي، حيت عمي اصلا كان ساكن في المدينه. الحل الاول كان مستحيل في نظر الوالد ديالي، كان كيقول بلي ما يقدرش يخلي الاراضي ديالو اللي ورثها على جدودو ويمشي معايا للمدينه. على داك الشيء بقى ما عندي غير الخيار الثاني، هو نمشي عند عمي. توادعت مع الوالد والوالده، وتوادعت حتى مع داك الدوار. كانوا عندي جوج ديال اخواتاتي بنات كبار مني، وكانوا عزاز عليا بزاف، ولكن اضطريت انني نمشي. ملي مشيت عند عمي عاود تاني ظروف اخرى وحياة اخرى. واخا هكاك ما كانش كيعاملني فحال ولادو، كان ديما مطيح مني وعازل ليا ماكلتي وفراشي بوحدي. عاده كانت عندنا ديك القضيه ديال التنمر والتمييز بين الناس ديال الدوار والناس ديال المدينه، خصوصا هذيك الهضره ديالي في هذيك الوقت كما كيقولوا الناس عروبيه. اي كلمه كنقولها كيبقاو شادين عليه وكيبقاو يضحكوا. الصراحه ما كنتش كنتقلق بزاف، كنت كنقول انا جاي هنايا باش نقرا ونخدم على والديا. هذا هو الهدف اللي كنت داير في راسي، وكنت ديما كنصدمهم في النقط اللي كنجيب. تفوقت على ولاد عمي بجوج بيهم، واخا هما كانوا دايرين ليهم السوايع والدعم. واخا هكاك كنت ديما جايب كتر منهم. شويه بشويه بديت كنولي ولد المدينه، وكنعرف كل قنت في هذيك المدينه الكبيره اللي كنت ساكن فيها، ودرت حتى انا الصحاب، وحتى الشخصيه ديالي تبدلات. مرات عمي كانت ديما كتغار مني حيت كنجيب كتر من ولادها، وكانت كتعمر عمي وكتحرشو وكتقول له يصيفطني نخدم. بعدها في الصيف كنت ديما كنخدم ما كنريحش، باش على الاقل نجمع شويه ديال الفلوس نشري بهم حوايج جداد، ولا هداك الشيء اللي غينقصني في الكتوبه. ما كنتش معول على الوالد يصيفط لي، حيت اصلا من الاول
ولكن رافض الفكرة ديال انني نجي للمدينة. هادشي كله كان حافز ليا باش نزيد نعطي كتر. صافي كملت وخديت الباك ديالي غير بزاز بسبب الظروف اللي كنت عايشة في دار عمي. تصوروا معايا ايامات الباك ولاد عمي كيدخلوا ويسدوا عليهم البيت باش يراجعوا، اما انا كنت كنريح غير في وسط الدار، ومرات عمي بالعاني كتجي حدايا وتشعل التلفازه باش تشوش عليا. ولكن واخا هكاك الحمد لله توفقت ونجحت في الباك ديالي. ولاد عمي واحد سقط وواحد نجح، ولكن انا كنت سافيتهم بزاف في النقطه اللي جبت. الوالد ملي ساق ليا الخبر فرح بزاف ودار ليا الحفله في الدوار ودار ليا الذبيحه. مشيت انا داك العام، مشيت للدوار وكل شي فرح بيا وكل شي كيزغرط. كنت توحشتو بزاف حيت شحال ما مشيت، وكانت الامور عادي وزوينه بحال اللي خليتها. الوالد كان كيسحب له صافي الباك هو الخدمه، ولكن قلت له راه مازال غنزيد نقرا. قال لي الله يسهل عليك يا ولدي، ولكن كما كتعرف المصاريف كثرت عليا. قلت له بلا ما تخمم، انا كنخدم في الصيف وكنجمع فليسات. هذاك العام كنت باغي ندير شي مدرسه داخليه باش اصلا ما نبقاش ساكن مع عمي ونقص عليا شويه ديال المصاريف. من بعد ما قلبت وبحثت قررت انني ندير الكليه ديال الطب، وفي نفس الوقت نسكن في الحي الجامعي. المهم تقاتلت وكافحت، ما كان حتى شي واحد كيعقل عليا ولا كيعاونني، من غير شي دراري كانوا كيقراو معايا وكانوا حتى هما دايرين الحي الجامعي وعارفين الظروف ديالو. والصراحه دازت عليا في هذيك السنين، كنت في هذيك العوام كامله ما مشيت نزور الوالد والوالده غير شي جوج ديال المرات. الوالده كانت كتقول لي ضعفتي بزاف ولدي، بارك عليك من القرايه حتى لين غتبقى تقرا، راهم الناس خدامين ودايرين علاش يرجعوا. ديما كنت كنشوف والديا محدودين في التفكير ديالهم، كنت كنقول لهم انا مادام قريت وصلت لهنا الا وباغي نكمل حتى نسالي وناخذ الدكتوراه ديالي. المهم باختصار وبلا ما نطول عليكم، تحديت جميع الظروف باش نوصل لهذاك الشيء، وهذه غير نقطة صغيرة من حياتي، وبغيت تكون لكم تحفيز باش تحققوا هذاك الشيء اللي بغيتوه. من بعد جلست واحد العامين وخدمت في واحد الكلينيك خاص، الكلينيك اللي كبير ومعروف، والحمد لله الصالير كان مزيان. كريت بوحدي واخيرا استقريت في داري وليت فرحان وسعيد في حياتي، وبدات الدنيا كما كيقولوا كتضحك ليا. وليت مبرع ومهلي في والديا، وكاع دوك الناس اللي كانوا كيحقروني وكيطيحوا مني ولاو باغيين غير يجلسوا معايا، بحال مثلا عمي اللي كان كيقول لي صافي نسيتي الخير اللي درنا معاك، شحال قريتي عندنا وشحال كليتي وشحال شربتي. المهم راكم عارفين بنادم اللي كيوصل عاد الناس كيوليو كيبغيوه. صافي هذاك العام عاوتاني مشيت للدوار، قلت غادي ندوز الكونجي ديالي غير تما حيت كنت موحش في عائلتي. خواتاتي بجوج بيهم تزوجوا، واحدة منهم كانت عايشة مع والديا من بعد ما طلقات، كان عندها ولد صغير. الدوار جاني يتبدل شوية على ما كان، ولات تقريبا بحال المدينة كلشي متوفر. فرحوا بيا والديا وقالوا لي بلي توحشوني وانا مريح. جا عندي ولد اختي الصغير وقال لي خالي. قلت له نعم ولدي. قال لي واش انت كتخاف من الجنون؟ قلت له شكون قال لك هاد الهضره؟ الجنون اصلا راه ما كاينينش، راه ما كنشوفوهمش. قال لي لا، الناس ديال الدوار كاملين شافوهم وكل شي كيخافوا منهم. الوالده كانت واقفه وكتسمع وقالت لي عنده الحق ولدي، هاد الدوار راه ما بقاش بحال اللي كان شحال هادي، ولاو بزاف ديال الحالات د المس كيطراو. قلت لها يهديك الله الوالده، اش هاد التخربق اللي كتعلموه الولد من صغرو كيفاش دابا بغيتو يطلع؟ قلت لي اسكت، انت اش كتعرف؟ راه الدوار راه مسكون اصلا، راه جنون كاينين وراه مذكورين في القران. الفقيه ديال الدوار ديما كيقول لنا ما نخرجوش في الليل. قلت للولد شوف،
ما تبقاش تعمر راسك بهاد التخربيق، راه ما كاين والو. صافي بقى جالس حدايا وكيسولني على المدينه. قلتلو اذا كملتي الابتدائي ديالك غادي نجيبك تكمل قرايتك عندي، وما غنديرلكش كيما دار ليا عمي. دازت تقريبا شي 3 ايام، واحد الليله كنسمعو الدقان مجهد. مشات الوالده كتجري وحلت الباب وتبعتها انا. كيبان ليا ولد تكون في عمره تقريبا شي 15 عام ومعاه با وامو. مو بدات كترغب في الوالده وكتقول لي الله يرحم لك الوالدين، واش كاين ولدك الطبيب؟ قالت لي الوالده كاين. قالت لي راه بغيتو يدوز لولدي ما عرفتش مالو. قلت لهم يلا دخلوا مرحبا بكم. دخلوا لداخل. انا جالس كندوز ليه وكنعبر ليه الطانسيو وكنشوف الدقات ديال القلب. امه وباه مدابزين بيناتهم. كيقول لي هاد الطبيب اش كيفهم في هاد الشيء؟ الولد راه مقيوس. يلا ديوه للفقه حسن لينا قبل ما يدع منا الولد. كتقول لي اسكت، راه الطبيب كيعرف شحال من عام وهو كيقرا. انا درت في هذاك الراجل وقلت له ما كتحشمش، واش ما بغيتوش تساليو من هاد الخزعبيلات؟ راه نتوما اللي كتخرجوا على ولادكم. الولد كان كيشوف غير في السما وحل عينيه، ما كانش كيرمش ولا كيحركهم. شويه حتى فمو بدا كيعواج. وقلت باللي القضيه غتكون عندها علاقه بالاعصاب. ملي جيت هاد المره نقرب ليه ويشد ليا في يديه، خرج فيا عينيه وشاف فيا شوفات قاصحين، الشوفات اللي رعدوني في بلاصتي. وفي الصراحه وباش نجيكم نيشان، شوفات ما كانوش ديال بنادم، ولكن دماغي ما بغاش يتيق هادشي. وقلت لهم غادي نخرج ليه شي دوايات وشي فحوصات خصو يديرهم. عطيتو واحد الدواء كان عندي باش يكالميه، وقلت لمو عطيه هادي يشربو هاد الليله. الوالده ديالي كنا كنتعشاو وكتقول لي يا ولدي انا خايفه عليك وخايفه عليك من هاد الدوار. كنقول ليها بركه الوالده، بركه من هاد التخلف، راه حنا في الطب هادشي كاع ما كنامنو به. المهم باش مشيت نعس في هذيك الليله بداو كيبانوا لي شي كوابيس بشكل، الكوابيس اللي ما عمرني ما شفتهم. شفت هذاك الدري اللي يلا جا عندي هو ومو باه، كان واقف وكيشوف فيا. شويه حتى وجهه تبدل ولا كيخلع، وجهه خرج منه وجه واحد اخر، الوجه ديال راجل كبير في العمر. ضرباتني الفيقه في نص الليل، نط باش نشرب. قلت مع راسي يمكن غير درت بالي مع داك الشي وصافي. هكا حنا الاطباء ديما كنمنطقوا اي حاجه وكنساو شي حاجه سميتها الماورائيات وشي عوالم خفيه علينا اللي ما كنعرفوا حنا عليها والو. الغد ليه خارج باش نجيب دويره في الدوار، حتى كيبان ليا واحد الراجل اللي وجهه ما غريبش عليا. عقلت عليه، هذا الفقي ديال الدوار. مشيت لعندو سلمت عليه وقال لي اهلا السي الطبيب ديالنا. قلت له غير بغيت نسولك شنو هذيك الهضره اللي كتعمر بها راس الناس؟ اش من جنون واش من ناس مسكونين؟ قال لي ما كاين ما نخبي عليك، هادشي راه بصح. هادي راه عامين باللي بدا كيوقع هادشي، ولينا كنلاحظو ديما ناس مقيوسين، وحتى ملي كنجي انا نقرا عليهم كيبداو ينطقوا وكيقولوا شي حوايج اللي غراب، كينطقوا بشي اصوات بعض المرات ماشي ديالهم. وهادشي بالضبط كيوقع في الرحبه القديمه، اللي كيقرب من تما كيتقاس. قلت له واخا نديوك على قد عقلك، شنو بالك نمشيو انا وياك هاد الليله؟ قال لي اذا بغيتي انت تمشي سير، اما انا ما عندي ما ندير تما. رجعت للدار، عاود تاني وحنا كنتعشاو والوالد والوالده كيهضروا على هداك الشيء. ضروني في راسي، فلان تقاس ولد فلانه تقاس. قلت لهم انا جاي لهنا باش نرتاح، صدقتوني ندمتوني على جيت في هاد الكونجي. في الليل خليتهم تمشيو ينعسوا، كنت مقرر انني نخرج ونمشي لهاديك البلاصه اللي كيقولوا عليها مسكونه، الرحبه ديال الزرع القديمه. تلاقيت بختي وانا خارج وسولتني فين غادي. ما بغيتش نكذب عليها، قلت لها كاع داك الشيء اللي كاين، وقالت لي لا لا خويا بلا ما تمشي لتما. قلت لها سمعيني راه ما كاين والو، راه غير الفقي ديال الدوار كيكذب عليكم، كيبغي يخلعكم باش اي حاجه طرات معاكم تمشيو لعندو. قالت لي يا خويا راه شوفنا داك الشيء بعينينا.
راه ماشي واحد ولا جوج اللي شافو، راه بزاف ديال الناس. قلت لها وصافي حتى انا غير غنشوف وغنتاكد. علاش هادشي ما كانش شحال هادي، علاش ولا دابا؟ مشيت وخليتها، تميت غادي، وانا غادي كنقرب لتماك والدنيا كتخوى. يمكن حتى شي واحد ما كيوصل لتما، بان لي واحد البغل دايز من تما. قلت يمكن غير ديال شي واحد، شحال هو واقف عاد مشى فحالو. جاني هادشي عادي ومنطقي. تميت غادي وكنقرب، والصراحة ما حدي كنقرب والضغط كيزيد. بحال هاديك البلاصة كانت عندها واحد الهالة بشكل، ما حدي كنقرب ورجليا كيفشلو. وليت كنحس بالعيا وعرقت بزاف، واخا انا موالف كنجري. بديت كنسمع شي اصوات جايين من الداخل. هذاك الباب ديالها اصلا ما كانش، كان مهرس. كان عقل، كان تقديمه بزاف، من ايامات المرحوم جدي. كانوا كيطحنوا فيها الزرع وكيبيعوه فيها. كانوا ديما العيالات هنا كيكونوا جالسين في الباب، ما حدي كندخل، وانا كنزيد نتزير كتر. هادوك الاصوات اللي كنت كنسمع جايين من الداخل ما فهمتهمش، وما عرفتش ديال من بالضبط. ولكن بطبيعة الحال عقلي بدا كيفسر هادشي بلي ان غير شي كلب ولا شي مش لداخل. شحال بقيت واقف بلاصتي، والصراحة ما قدرتش نزيد ندخل حيت كان ظلام. خفت على نعفط على شي كلب يكون هنايا ويصدق عطني. ولكن بانت لي الدنيا مأمنة وما كاين والو. غير دورت وجهي وبغيت نخرج في حالي، بحال الا شي واحد شير عليا بحجرة وضربت في القصدير بالجهد، حيت كان شوي ديال القصدير محطوط تما. انا قفزت من بلاصتي في هذيك الساعة وما فهمتش شكون اللي شير بالحجر. ما يمكنش يكون حيوان. رجعت درت وبديت كنضوي في هذيك الجهة، ولكن ما بان لي والو الصراحة. وانا نخرج وتميت غادي كنزرب. قصدت نيشان الدار ديال الفقيه وقلت له انا مشيت لتماك وما شفت والو. قال لي الله يهديك يا ولدي، انا شني مصلحتي اصلا نكذب على الناس ديال الدوار؟ راه داكشي اللي شفت انا واللي شافوه هما. رجعت انا بحالي للدار، لقيت كل شي ناس، ومشيت نيشان البيت باش نعس. كنت فرحان باللي عرفت باللي انا اللي عندي الحق، والفقي ديال الدوار طلع غلط. ولكن ما كنتش متوقع داكشي اللي غيوقع. ضرباتني الفيقة مع 3 ديال الليل، عينيا تحلو ما بغوش يتسدو، بحال الا ماشي انا اللي كنت متحكم فيهم. بداو كيبانوا ليا شي خيالات كيدوروا بيا، كانوا كيبانوا بحال الظل ديال شي واحد كيتمشى في البيت. هذاك الشي بقى تقريبا شي دقيقة، من بعد رجعوا عيني تسدوا راسهم. فقت في الصباح وانا عيان وكلي مدقدق بحال الا واكل العصا، والسخانه طالعه عليا بزاف لدرجات وليت كنخرج وندخل في الهضره. حتى من الوالده تخلعات عليا وما عرفتش شنو وقع لي. قلت لها يمكن غير السخانه ضربتني وصافي. مشيت خديت واحد الدواء من هادوك اللي كنت جايب معايا. هذاك النهار بقيت غير مريح في الدار، ولكن عقلي ما بغاش يحبس من التفكير في هادشي اللي وقع. من واحد الناحيه كنقول صافي ادم انت مشيتي وشفتي ما وقع حتى شي حاجه، ولكن من ناحيه اخرى كنقول باللي حلمت البارح باللي شي حاجه كتخلع. وملي حتى في هذيك الرحبه طراو شي حوايج، غير انا ما بغيتش نتيقهم. هذيك الليله بالضبط فين غنشوف حاجه اخرى اللي غادي تخلعني، وعاد تزيد تاكد لي الشكوك ديالي. الوالد والوالده كانوا معروضين لواحد السبوع شي راجل في الدوار، واختي بقات معايا مقابلاني. المهم دخلت عندي البيت وعطتني ناكل، وقالت لي انا غنمشي نعس الولد وغنعس. قلت لها صافي. سولتني واش باغي شي حاجه، قلت لها لا صافي غير سيري. كملت الماكله ديالي وتسكيت باش نعس. كانت تقريبا هذيك الساعه شي 11 ديال الليل. الناس ديال الدوار كانوا كينعسوا بكري، ماشي بحال المدينه. فهاديك الوقيته كيبان ليا الباب ديال البيت تحل. قلت واقيلا غير اختي دخلت توشي غطا ولا شي حاجه. بقيت هكاك شويه حتى حليت عيني. كيبان ليا راجل عاطيني بالظهر، لابس واحد الفوقيه كحله، وكان غليظ شويه. وملي دار عندي خلعني بزاف.
كان عنده موسطاج، عينيه كبار وحجبانه غلاض وكيخلعو. انا الصراحه ما فهمت والو، كان كيسحاب لي غير السخانه هي اللي دايره ليا هادشي، ودماغي لعب عليا. وليت كنحس براسي بحال الا في السبيطار، وبدا غادي وكيقرب مني وانا كنزيد نتخلع. الصراحه هما الجن ملي كيحضروا كيكون عندهم واحد الحضور اللي قوي، يعني كتحس بيهم. هادشي من بعد تعلمته. كتحس بقلبك مزير، تقدر تحس بواحد الضغط كبير، تقدر تحس بودنيك كيصفروا، تقدر تشدك الترعيده والتبوريشه، سوا شفتيهمش وبانوا لك سوا ما شفتيهمش. المهم هادو شويه من الاعراض اللي حسيت بهم انا بلا ما نشعر. حليت الشرجم اللي كان مورايا وبديت كنغوت بحرام جهدي. تدخلت عليا اختي كتجري وقالت لي انا على الشيطان اخويا، جراتني من تما وجلستني فوق الفراش. بدات كترش عليا في الماء وكتشربني وكتقول لي مالك شنو عندك. قلت لها والو اختي، يمكن غير حلمت. وحتى هاد السخانه ما بغاتش تهبط ليا. قالت لي انا النهار اللي شفتك غادي لهاديك الرحبه قلت لك ما تمشيش. قلت لها بلا ما تبقاي تخربي حتى انتي وتزيدي عليا، راه ما كاين والو تما. هاد المره كنت كنقولها ولكن في الداخل ديالي شك كبير باللي كاينه شي حاجه. وليت كنتقبل الهضره ديال الناس الدوار وهداك الشيء اللي كيقولوا. رجع الوالد والوالده وانا موعدتش بهم اللي جاو، حيت كنت في هذيك الساعه دخلت في واحد الحاله د الهلوسه. وليت كنهلوس وكنشوف شي حوايج اللي ما كاينينش. الوالده عاودت لي وقالت لي بلي شحال من مره بغيت نلوح راسي من الشرجم، كنقول لهم بعدو طلقوا مني خليوني ندير اللي بغيت. تماك غادي تبدا المعاناة والرحلة ديالي في هادشي. تحركوا بيا للسبيطار ديال الدوار واخا كان بعيد. مشينا لتماك دخلوني وكنسمع غير صوت الوالدة كتقول لهم راه حتى هو طبيب، راه غير مسكينة طلعت له السخانة ولا شي حاجة. الطبيب كيهضر معايا وانا كنسمع الهضرة ديالو بعيدة بحال الا بيني وبينو مسافة. المهم عطاوني واحد الإبرة باش تهبط ليا السخانة. بقيت تماك هذيك الليلة حتى صباح الصباح ورجعوني للدار. مشى الوالد جاب لي الفقيه، دخل وقال لي يا قلتها لك، يا قلت لك بعد من هذاك الشيء وعطيه اتساع. بدا كيقرا عليا، انا كنسمع هذاك القران وداخلين معاه اصوات اخرين واخا كلشي كان ساكت. الاصوات ديال الدراري الصغار كيتغاوتوا، الاصوات ديال الرجال كيخسروا الهضره. ضروني في راسي وبديت كنقول لهم سكتوا سكتوا حبسوا عليا. هذاك الفقيه كيزيد يغوت وكيزيد يقرا عليا، ولكن المشكل ديالو انه ما كانش متمكن، ما قدر لا يعالجني انا ولا الناس ديال الدوار. انا الصراحه ما بغيتش نتقبل هذاك الشيء اللي وقع. قلت لهم صافي غنرجع في حالي للمدينه وغندير التحاليل وغنولي بخير. تقدر تكون السخانة أثرت لي على عقلي. هذاك الشيء اللي كان في هذاك النهار نيت جمعت حوايجي. الوالدة قالت لي والو اختك تمشي معاك هي وولدها. قلت لها لا ما كاينلاش. قالت لي لا سا تمشي معاك باش تقابلك، غير على بيد من ما تبرا وتولي لاباس. الصراحة ما قدرتش نسوق. هذاك الشيء علاش الوالدة وصا واحد الراجل باش يوصلنا. صافي ركبنا وصلنا للمدينة ومشيت درت كاع التحاليل اللي خصني ندير، والصدمة ان التحاليل خرجوا مزيانين وما عندي حتى شي حاجة. اختي الصراحة فهاديك الايام عانت معايا بزاف، كانت كطلع ليا السخانة في نص الليل، كنبدا نغوت وكنحيد حوايجي كاملين. هي كانت مسكينة كتخاف وما كتعرف ما دير. الجيران استغربوا الحالة اللي كنت فيها، تصوروا معايا من الطبيب اللي بعقله وشد الخدمة ديالو مثبت ما عمرو ما سمعوا صوته. الواحد كيتعرى عليهم وكيخرج كيغوت. هذاك الشيء اللي كان عندي كان غيحمقني. اختي كتدخلني وكتبدا تخوي عليا في الماء بارد باش تهبط مني شويه السخانه. سال الكونجي ديالي. اختي عيات عليا باش ما نرجعش للخدمه، نعطيهم شي سيرتيفيكا ونقول لهم انا مريض، ولكن قلت لها لا غادي نمشي. مشيت للخدمة وكل شيء استغرب الحالة اللي وليت فيها. ولات تحت عيني زرق، ضعفت بزاف
واحد الطبيبه كتضحك معايا وكتقول لي: واش مشيتي دوز الكونجي باش تفوج وترتاح ولا باش تحارب؟ مالك وليتي في هاد الحاله؟ درت فيها واحد الشوفه حتى تخلعات ومشات فحالها. ما بقيتش كنستحمل صوت بنادم يضحك معايا ولا يهضر معايا. وليت على سبه وكندابز مع المرضى اللي عندي، حتى شي واحد ما بقى متحملني. هذاك مول الكلينيك وصلوا الخبر ديالي، كلشي كيتشكى. قال لي: اذا كنتي مريض سير ريح في دارك، ما تجيش انا تخسر لي السمعه ديال الكلينيك. وحتى هو درت فيه، وبديت كنغوت بحال رجادي وكنعايرو. كاع هذاك الشيء اللي كنت مخبي في الداخل ديالي خرجته هذاك النهار. خرجت من هذاك الكلينيك، من بعد وليت متبع مع واحد الطبيب نفسي، ولكن ما كنت كنعاود ليه والو، وحتى هو ما كان كيدي مني حتى شي معلومه. غير كنبدا نهضر معاه عقلي كيحبس، وكنبدا ندخل ونخرج في الهضره. هذاك الطبيب حتى هو ما دار ليا والو. واحد المره ضربتني الفيقه، وبلا ما نوعى براسي هزيت الموس وتميت غادي لجهة البيت ديال اختي. موعيت براسي حتى كانت اختي كتغوت وكتقول لي: حط الموس، حط الموس من يديك، شنو باغي دير؟ هذيك الساعه عاد انتبهت للموس اللي كنت هاز في يدي، ولحتو وبديت كنبكي غير بوحدي، وكنقول لي: راه ما عرفتش مالي، ما عرفتش شنو وقع ليا. اختي تخلعت بزاف على راسها وعلى ولدها، ومن حقها هادشي، حيت ما بقيتش كنتحكم في التصرفات ديالي. واحد المره حلمت براسي مشيت لهاديك الرحبه، دخلت حتى شدوني شي وحدين وكتفوني. ما كانوش كيبانوا لي وجههم مزيان، ولكن كنت حاس بهم كيخلعوا. بداو كيضربوا فيا وكيغوتوا وكيهضروا بشي لغه اللي ما مفهوماش. داز عليا العذاب في هذيك الليله، لدرجه انني ملي فقت الجنب ديالي اليمين كله كان مشلل عليا، ما كنقدرش نحركو، والوجه ديالي تشلل، يديا ورجليا حتى هي. المهم النص ديالي اليمين كامل، عينيا اذا ما سديتهاش ما كتشدش، رجلي اليمنيه اللي غنوقف عليها ولا تميت عليا، ما بقيتش كنحس بها اصلا. ملي شافت اختي بلي تزادت عليا الحال، عيطت للوالد والوالده وقلت لهم ضروري تجيو دابا. ملي جاو شافوا حالتي، الوالده بدات كتبكي عليا وكتقول لي: الله ولتي كي كنتي وكي وليتي. انا كنت كنحس بالحمي كامل كيضرني، وعاد هذيك الجهه اللي ميته عليا. الوالد والوالده بداو كيقلبوا لي على شي فقي ولا على شي راقي، من بعد ما فقدوا الامل في كاع الاطباء اللي مشيت عندهم، حيت كلهم كيقولوا ليهم راه ما عندي والو. وانا من بعد ما كنامنش بهذا الشيء، وكنقول عليه غير خرافات. عشت تجربه حقيقيه اللي خلاتني نعرف هذا الشيء راه كاين بصح. كاين شي روقات نصابين وجاو عنا وداو غير فلوسنا، ما استفدنا والو منهم، وما تبدلت الحاله ديالي. حتى جا واحد الراقي يكون عنده شي 25 عام، وكان كيبان بسيط، زعما ماشي واحد اللي كيبان لحية ولا متدين بزاف، كان كيبان عادي بزاف. قالك باللي كيحضر فيه شي ملك وهو اللي كيبدا ينطق، زعما شي ملك من ملوك الجن. خونا ملي كيحضر فيه داك الملك هو كيغيب، والملك كيبدا ينطق وكيقول لك شنو عندك. انا استغربت من هذا الشيء لانني اول مره غادي نشوفه. بعدا طلب مني مهله باش يوجد راسو ويوجد الطقوس اللي خصو يدير باش يحضر هذاك الملك. من بعد ما مشيت عنده انا والوالد، السيد غيب وبدا كيهضر بواحد الصوت اللي ماشي صوته، وكيقول: انا تخطيت بزاف د الاسحار، وعطاني النعت بالضبط فين كاينه البلاصه والليله بالضبط، وطلع هذاك الشيء كامل بصح. وقال لي حتى من هذوك الاسحار اللي مدفونين تما بسبب واحد الساحر اللي كان كيدير الاعمال ديالهم وكيجي يدفنهم في هذيك البلاصه، حيت كانت مهجوره وما كيدخل ليها حتى واحد. وانا ملي دخلت لتماك كاع هذاك الشيء رجع عليا، صافي نصار في هذاك الملك ديال الجن، ورجع الولد لطبيعته وبدا كيدوي وكيقول لي اشنو خصني ندير واشنو خصني ندير. قال لي: انت اصلا متبع من صغرك
وعندك عين قوية وحسد، وهاد الشي زاد كمل عليك. بحال شي حاجة كانت مغيبة عليا وعرفتها. اصلا ما كنتش كنآمن لا بعين لا بحسد لا بجن. ما كنتش عارف كيفاش كيهضروا وكيفاش دايرين الشكل ديالهم، وبلي كاين بزاف ديال الانواع وحتى هما فحالنا. هادشي كامل ما كنتش عارفو. اش غنقول لكم، شي عام تقريبا وانا كنتعالج عند هذاك الولد، والصراحه ولد اللي ظريف واللي عمرها دار، وكنحمد الله اللي صيفطو لي في طريقي. رجعت استعدت الصحه ديالي، وخا ما رجعتش بصحتي كامله، ولكن على الاقل ما بقيتش كنحلم وما بقيتش مشلل. من تماك الوالد قرر انه يبيع الاراضي ديالو ويبيع كل شيء ويجي يستقر في المدينه. دابا دازت مده طويله على هاد الحادثه، وما عرفتش بالضبط شنو وقع في هذيك الدوار وهذيك الرحبه شنو وقع عليها. ولكن ملي سول الوالد قالوا ليه باقا تما، وحتى شي واحد ما كيتجرأ يدخل ليها. انا رجعت وقفت على رجلي، ورجعت عاود تاني خدمت في واحد الكلينيك اخر، والحمد لله حاليا انا مستقر مزوج وعندي 2 وليدات. من بعد هاد الحادثه اللي طرات ليا وليت منفتح كتر، وليت كنقول بلي كاينين شي حوايج اللي ما قريناهمش حنا في المدارس، شي حوايج اللي اذا ما جربتيهمش ولا ما عشتيهمش ما غاديش تسيقهم. المهم الاخوان، هذه هي النهايه ديال القصه. المهم اللي شاف الفيديو يخلي لايك وشي تعليق محفز، واللي مازال ما مشترك في القناه ينزل ويشترك دابا. والمهم الاخوان، نتلاقاو في القصه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.